صباحكم سعيد. اليوم إن شاء الله نوض الصباح باش نمشي للعمل، وكنتفاجأ بأن السيارة مبغاتش ديماري السيارة، وهذا المشكل يقدر يوقع لأي واحد فينا. الإشكال كاين بعض الأشخاص اللي ما كيقدروش أو ما كيفهموش شنو مطلوب منا، خصوصا إلا كانوا فشي منطقة جبلية ولا شي منطقة بعيدة على المدينة، أو في الصباح بكري يبغي يستعمل شي واحد ما كيجبر حتى شي واحد ياك. أنا دخلت السيارة، بغيت نديماري السيارة ما بغاتش ديماري، تعطي واحد الدفعة وكتوقف، كدير واحد الدفعة وكتوقف. هادي غتوقع عند بزاف د الناس، خصوصا في هاد الوقت هذا اللي كيكون البرد، كتكون الطوموبيل يعني كتبغيش ديماري لأسباب متعددة، من بينها أن ربما عنده مشكل في الكابليات المسؤولة على أن السيارة ديماري، أو لا المشكل في البطارية، يعني وقع على مشكل بقات كتعيا، أو سائل البطارية بدا كينقص، يعني مبقاتش الجودة مزيانة. ثالث حاجة ربما تكون مشكل في اللي كيشارجي البطارية. كاين واحد الأداة، واحد البياسة كاينة في السيارة، كل ما انت مشيتي في الطريق وكل ما كتعطي الكهرباء من البطارية حتى كتبقى تشارجا. انا ما عرفتش المشكل فين كاين بالضبط، كنظن واقيلا ديك الأداة ديال البطارية مبقاتش خدامة، ما كتعطيش يعني الطاقة للبطارية. على العموم، باش نقدر نتحرك انا بالسيارة ديالي ونحاول نتحرك بها، كاين ثلاثة انواع ديال الاشياء اللي نقدر نعملهم. شنو هما؟ كاين واحد الاداه كتباع داخليا على شكل بطاريه، وعندها جوج الاسلاك كتخرج، كتشبر ديك الاداه وكتنزلها فوق البطاريه وكديماري السياره او كتشتغل السياره. هذه الاداه كتشرى وكتبقى في السياره مزيان الانسان اللي كيسافر وكيشبر الطريق بزاف. ثاني حاجه، الطريقه هذه كما كتشوف في الصوره، غتجيب سياره اخرى، شي شخص اخر، وغنجيبو الاسلاك، غنحاولوا كيفاش نديماري من سياره لسياره. انا غادي نجلس في السياره، والشخص الاخر غيشبر الكابليات، والاخر يشبر الكابل في الباتري ديالي، وغادي نحاول نديماري السياره، وكديماري السياره بديك الطريقه. الطريقه الثالثه، وهي اللي انا في الوضعيه اللي فيها دابا، الحمد لله ان السياره ديالي واقفه في العقبه، واقفه في العقبه، يعني غنحاول كيفاش نديماري السياره ديالي في العقبه مزيان. الحالة الثالثة أو الرابعة هي شي واحد يدفعك. إلا كنتي ماشي بحال الوضعية ديال دابا، ماشي واقف في العقبة، راه تقدر شي واحد، 3 الأشخاص ولا 2 الأشخاص ولا 4 الأشخاص يدفعوك حتى كتوصل لواحد القوة، عاد كتقدر ديماري السيارة ديالك أو تشغل السيارة ديالك مزيان. هذا في العقبة. الطريقة اللي غنخدم بالعقبة هي سهلة جدا بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يديماري السيارة بلا ساروت بلا والو. يعني الساروت كاين، ولكن ما كتبغيش تنطلق، متبغيش ديماري. الطريقة سهلة جدا. إلا كنت في العقبة أولا شي واحد كيدفعني، مثلا إلا كنت كيدفعني إلى الأمام، كنعمل لها دوزيام، يعني المستوى الثاني، وحتى كنحس بالسيارة ماشية كتجري، واحد الساعة كنطلق اللومبرياج وكنكسيري على السيارة. صافي، طلق اللومبرياج بواحد الخطفة، خطف رجلك من اللومبرياج ومشي نكسيراتور، غتحس بأن السيارة صافي اشتغلت أو ديمارات. شنو خصني نعمل؟ نحيي نتكي اللومبرياج ردو، ونبقى نعمر الموتور، نعمر نبقى نكسيري على دواسة الوقود، وحتى كنحس بان السياره صافي شبرت، يعني كتما ما نقدرش عاد تسكت، اولا الباتري هو كيتشارج هذيك الساعه. صافي. الحاله الثانيه، وإلا كنتي مثلا قدام الحيط وما قدرش تزيد لقدام، غترجع للور، خص الاشخاص اللي يدفعوك اولا في العقبه غتعمل المشاريال. صافي، الرجوع الى الخلف، كتعمل هاد المشاريال ديالك، او كيبقى يدفعوك حتى كتوصل لواحد السرعه اللي هي محدوده، كتسمى السرعه اللي تقدر انا ديمار فيها السياره، وكتخطف اللومبرياج وكتعمر عفوا، كتعمر الموتور ديالك، كتعمر الموتور، من بعد كترد اللومبرياج وكتوقف، كتفراني حتى كتخليك انك كتخلي البطاريه او الباتري انه يتشارج. صافي، هذه الوضعيه اللي كنقدر. انا جيت في العقبه مزيانه، يعني كتسمى نقطه ايجابيه، يعني لان نمشي ديماريها سهله جدا، ما عليا الا نعمل دوزيام ياك، ونحاول نهبط السياره شويه بشويه حتى نخطف لومبرياج، زوج من لومبرياج، وساعتك غادي ديماري السياره ديالي بكل سلام وامان. هذا هو الموضوع ديال اليوم، واللي الكثير من الناس ما كيعرفوش هذا الموضوع هذا، كيفاش يديماري السياره، حتى كينتظروا مثلا واحد ساعات طويله باش يفتح الميكانيك، او لا يجبر شي شخص اللي غادي يعاونو باش يديماري السياره، حيت هو ما كيعرفش. تقدر ديماريها بوحدك بلا ما توقع في الحرج، او بلا ما يساعدك حتى شي واحد، ما عليك الا غا
تعمل دوزيام ديالك، تهبط فران امان وتهوي فيك العقبه وتخطف اللومري عاد ديماري السياره بلا ما تدور الساروت او الكونتاكت او لا كذا. صافي. اذا هذا هو الموضوع اليوم ان شاء الله كما كان، باش ما يوقع لكمش هذا المشكل هذا، باش تبقاوش دائما اون بان او لا تبقاو في مشكل. ها انا وريتكم الطريقه كيفاش ديماريو السياره ديالكم بالمحرك فقط. دمتم سالمين، الى اللقاء.